اهلا بكم من جديد. عزز حسنية اكادير صدارته للدوري المغربي بفوزه في مباراة القمة على ضيف الوداد البيضاوي بهدف دون رد في ختام مباريات الجولة 13 ليواصل ابناء اكادير قيادة الدوري بنجاح. جماهير حسنية أكادير كانت حاضرة وهي تستقبل الوداد البيضاوي في مباراة صنفت على أنها الأقوى في هذه الجولة. أبناء الجنوب يريدون تأمين الصدارة من أطماع الملاحقين، وطموح الوداد تسلق المراتب نحو المقدمة وتدارك ما فات. حسنية أكادير ضغط مبكرا بعد أن سيطر على مفاتيح الوسط. المهاجم بدر كشاني حاول استغلال ارتباك الدفاع الودادي لافتتاح النتيجة، لكن فكرة التسجيل لم يكتب لها أن ترى النور. أبناء أكادير حاولوا هذه المرة عن طريق التسديد من بعيد، لكن الحارس زهير العروبي لم يعتبر ذلك تهديدا حقيقيا. الضغط المتقدم أجبر اللاعب أمين تغزوي على تضييع الكرة، ليتحول الأمر لهجوم سريع أجبر المدافع كومارا على ارتكاب المحظور، والحكم يعلن عن ركلة جزاء. جلال الداودي تقدم كالعادة وترجمها بنجاح إلى هدف أول. وانتظر الوداد حتى اللحظات الأخيرة من الشوط الأول ليبادر بالهجوم، لكن كرة نصير انتهت دون خطورة كبيرة. قبل بداية الشوط الثاني كان عموتة مجبرا على إيجاد الحلول، لكن الحلول جاءت مرة أخرى من فريق حسنية أكادير، ويوسف القناوي كان قريبا من مضاعفة النتيجة. بعدها لجأ المدرب عموتة إلى تغييرين دفعة واحدة بإقحام الحداد وأناجم. إسماعيل الحداد وعلى غير العادة أراد برأسية أن يعادل النتيجة، لكن دون خطورة على مرمى الحارس الحواصلي. أبناء أكادير واصلوا بحثهم عن هدف ثامن من ضربة ثابتة نفذها جلال الداودي، مرت محاذية للمرمى. مع مرور الدقائق فريق واحد سيطر على اللقاء، هجوم من الجهة اليمنى والعروبي مرة أخرى في امتحان أمام مهاجمي أكادير. المهاجم بدر كشاني أراد إنهاء المباراة بهدف ثان، والحارس العروبي مرة أخرى ينقذ الوداد من هدف محقق. خسارة هي الثالثة للوداد البيضاوي، في حين واصل حسنية أكادير قيادة الدوري بنجاح بتحقيقه الفوز السابع.